لو جربتوها بالطريقه دي متاكده ان انتوا هتدمنوها. تعالوا مع بعض النهارده نعمل الكبده البانيه او الكبده اللي بالرده. هتطلع معاكم مقرمشه من بره وكريسبي ومن جوه طريه، ومش قادره بقى اقول لكم ريحتها وطعمها كانوا عاملين ازاي، والسر كله هقول لكم عليه واحنا شغالين مع بعض. هاتي الكبده بتاعتك، حطي عليها ميه بصل، حطي توم مفروم وملح وفلفل وكمون وكمان كزبره، حطي كمان معلقتين من عصير الليمون، معلقتين من الخل، وقلبي بقى الكبده الحلوه دي في التتبيله الروعه دي، وسيبيها بقى كمان نص ساعه كده في التتبيله. بعد كده هتجيبي طبق هتحطي فيه الرده بتاعتك وهتحطي دقيق، هتضيفي عليهم بقى كريسبي، والكريسبي ده بجيبه من عند العطار وهو بقى السر كله. هتجيبي بقى كده رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وتبداي كده تاخدي قطع الكبده وتتبليها كويس جدا بالتتبيله الحلوه اللي احنا شايفينها مع بعض دي. وزي ما قلت لك السر كله في الكريسبي وفي التتبيله اللي انت شايفاها قدامك دي، بجد في منتهى الروعه. بعد ما هنخلص بقى الكميه بتاعت الكبده كلها ونتبلها زي ما احنا شايفين، هنجيب طاسه نحط فيها زيت ونحطها كده على النار، والنار تكون متوسطه، مش عايزين الزيت يبقى سخن قوي علشان الكبده ما تنزلش تاخد لون من بره وتبقى من جوه نيه. وكمان الكبده ما تطولوش عليها في النار، هم يا دوبك بس كام دقيقه والكبده بتستوي معانا وبتطلع كده بالجمال اللي احنا شايفينه ده. هنقلي بقى الكميه كلها ونخلصها، وهتطلع زي ما قلت لك كده في منتهى الجمال، مقرمشه من بره وكريسبي ومن جوه كده طريه طريه وطعمها حلو جدا. خلصنا الكبده بتاعتنا وحطيناها في طبق التقديم مع رغيفين بقى عيش بلدي وطبق كده طحينه، وكله احلى والذ واطعم كبده. لازم تجربوها ولازم كمان تقولوا لي رايكم فيها.